السلام عليكم. بديل الانتحار حلال وفعال كمان. تعبت صح؟ طيب كمل الفيديو للاخر، في مفاجأة في الاخر كده هتحل لك كل حاجة. عارف ما عدتش قادر تعمل اي حاجه وفقدت الشغف وانطفيت والدنيا جايه عليك بما فيهم اهلك اللي المفروض يبقوا سندك، بتسمع منهم ان انت مش بتذاكر وما بتعملش اللي عليك. على فكره غرضهم يشوفوك بني ادم سوي تنفع نفسك والمجتمع. هو حل واحد بقى الا وهو الانتحار. اخلص من كل حاجه والله هيخلصك من كل ده. بس معلش قبل ما تنتحر استنى بس، ارمي الحبل ارمي الحبل. عايز اسالك سؤال واحد، انت جاهز تقابله؟ جاهز تقابل ربنا يعني ويحاسبك؟ تخيل كده الموقف معايا وهم بيدفنوك وجنبك الملكين وبيسالوك انت جاهز؟ يعني جاهز لكل ده؟ انا متاكد مليون في الميه لا. ومعلش سؤال تاني هاخد من وقتك ثواني والله فيها سجع. مش كفايه دنيتك خسرتها؟ عاوز تخسر اخرتك ليه كمان؟ ماشي يا دكتور بس انا تعبت وما عدتش قادر. تعبت فتنهي حياتك عشان تبدا حياه خلود اصعب، صح؟ طب يا دكتور المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ حمل تقيل قوي وزاد عليا. بص يا ابني، قوم اتوضى وافرش السجاده وابدا صلي وادعي له. اسجد وادعي وعيط براحتك وهتنزل عليك ساعتها رحمه من ربنا. طلع كل القرف اللي جواك. ربنا قال لنا في سوره النساء ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمه. انت متخيل بجد رحمه ربنا بيك من ساعه ما اتولدت لحد النهارده؟ خلقك من العدم باتحاد حيوان منوي وبويضه لتكوين الزيجوت. فاكر وانا ما فتحتش حصه؟ فاكر؟ وكنت في رعايته وحفظه لحد ما نحمل اكتمل من اول قناه فالوب لحد بطانه الرحم. فاكر لما المشيمه كانت هتقع وقال لا 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 استنى ما اطلع لها البروجسترون؟ ما انت ما سمعتش الحس. المهم كنت في رعايته وحفظه في كل وقت. انت هتعمل حاجه تاذيك ونجاك منها. فاكر يد المسمار لما مسكته وحطيته في الحيطه وكهرب نفسك؟ مين اللي نجدك ساعتها؟ ربنا مش انت. كان معاك في اصعب اوقاتك وعديتها. بس انت والله ناسي ودي ده اللي هينتحر ويتعب. كل حاجه هتعدي وكل حاجه هتهون وانا جنبك لحد ما تفضل. ودموع الحزن اللي جوه عينيك دي هتبقى والله العظيم دموع فرح. بس اصبر. وطبعا الكلام اللي انا بقوله ده باين لك ان هو دلوقتي كلام تنميه بشريه، يلا وتقدر تطير من غير جناحات وانت ضد الكاس وانت استثنائي والهبل ده. لا والله انا عاوز اقول لك ان كل اللي بتمر بيه ده شيء عادي جدا. شايف كل زمايلك اللي حواليك دول انت شايفهم تنانين بيمروا بيه ويمكن اصعب منك كمان، واللي مش بيمر بيه دلوقتي هيمر بيه بعدين. فانا مش جاي احفزك ولا اوهمك ولا انفخ فيك، لا انت عادي جدا بشر وليك طاقه وبتخلص طبيعي في يوم من الايام. انت طول عمرك لما بتيجي تعمل اي حاجه كان نفسك دايما قصير، وجاي فجاه كده في سنه مصيريه زي دي عاوز النفس بتاعك يبقى طويل فجاه؟ لا طبعا لازم تعاني. فانا جاي هنا اقول لك انك مش هتعمل اي حاجه استثنائيه، لا انا هتعامل مع حضرتك زيك زي اي دفعه اتخرجت من تحت ايدي. كلهم مروا بده وما شاء الله بقوا دكاتره قد الدنيا. في الوقت ده السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبل اللي قبلها واللي قبل اللي قبلها كلهم كانوا بيصيحوا زي، وحاليا عندهم عمل جراحه وهيخلص عليهم وستيل بيصيحوا برضه زي ده ودي وده ودول كلهم. ايه ده انت ثانويه عامه وبتصيح وغيرك في الكليه بيصيح برضه؟ بقول لك وانا كمان اتخرجت وبصيح. والله مش مصدق. ما انت مش متابع على الانستجرام بقى. تعالى ده تعالى صيح معانا هناك زي ما اتعودت دايما في كورس الاحياء او في السناتر او حتى على اليوتيوب او فيسبوك وانستجرام تويتر، اي حته هتلاقيني موجود فيها سواء كنت طالب او متابع. انا بعتبركم والله ربنا اللي يشهد على ده ان كلكم عيلتي، وعارف انك مستني الحل وعارف انك عاوز تنهي حياتك عشان تخلص من اللي انت فيه دلوقتي. انا عارف ان الموضوع يقرف بس كل حاجه وربي وليها حل. الحل بقى شايف جروب التليجرام دوت اللي انا هحط لك اللينك بتاعه في اول كومنت، سواء يوتيوب فيسبوك اي حته هينزل فيها الفيديو ده، ادخل فيه ودخل كل اصحابك اللي تعرفهم عشان زي ما اتعودنا ان احنا عندنا تحديات جامده جدا. مبدئيا كده كلنا هنصحى الفجر زي التحدي اللي فات بالظبط، وكتير من زمايلك عملوه وخلصوا كل المتراكم عليه. يعني انا لما اصحى الفجر هخلص كل المتراكم عليه؟ استنى بس اصبر. هل انت عبيط؟ اولا انت بتصحى متاخر صح؟ ده كلنا بنفرغ منه. بتصحى تمسك الساعه وتعيط لك ساعتين ثلاثه على الثلاث اربع ساعات اللي انت ضيعتهم في النوم. فبدايه يومك لازم تكون صح. الفجر احنا داخلين على شتاء، اليوم بقى قصير، حضرتك بتفتح عينك الشمس غربت اصلا، فلازم بدايه صح هو انك تصحى الفجر. طب يا دكتور صحيت الفجر وماشي بس فتحت الكتب وزي كل مره وبفتحها واتنح، لا ما هو هنا تيجي التحدي. حضرتك لما هتصحى الفجر النوم هيبقى كابس عليك وده طبيعي. بعد ما تفتح الجروب بعد اذان الفجر وتلاقي منزل كتبه وايباداته وتابلته وملخصاته بيوريك اهو انا بذاكر. الماراثون اللي انت ماشي فيه اللي جنبك بيوروك هم بيعملوا ايه، وفي اللحظه دي هتلاقي شراره او نار جواك قايده انت تخش تنام وتسيب كل دول يسابقوك. انت مش لوحدك، ولما تلاقي كتير بيجروا في السباق ده وانت واقف فيه غصب عنك هتبدا تجري عشان توصل معاهم. صدقني وقتها لما تنظم وقتك وتصحى بدري وتشارك بمكتبك معانا وكلنا نبدا وانا اولكم واحده واحده هتخلص المتراكم عليك وهتكمل كمان جديد وهتوصل للي انت عايزه. بس تنيل قوم ابدا. انت حري وهبل ليه؟ يالا قوم تنيل ابدا يا اخي، جرب وخد خطوه. انت كده رايق. اصبر واتعب وكمل، هتلاقي جبر من ربنا انت نفسك مش هتستوعبه. انتوا قدها وانا واثق فيه يا جدع. ده حتى كل مر سيمر، مش هيفرق بقى هيمر ازاي، المهم ان هو هيمر فخليه يمر زي ما انت عاوز. بس كده الفيديو خلص خلاص وقلنا الحل. يا ريت بقى ما تنساش تتابعنا على كل منصات السوشيال ميديا، تشير الفيديو على اصحابك كده وتروق عليهم عشان انت استفدت. والله انا عارف انك استفدت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واخيرا صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. And as always be healthy and be safe. السلام عليكم.